بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمة الإصابة وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الآن عملت عملت 7 عمليات بالظبط. لسه في مزيد من العمليات. يعني الدكتور امبارح قال لي إن يعني العملية التامنة ممكن تكون بعد أسابيع قليلة، وبعد حتى كل دوت لسه في كمان علاجات أكتر وأطول. وإن لحد دلوقتي يعني برغم من كل العمليات دي هيبقى الموقف كالآتي: إن هيبقى في أكتر من 200 طلقة موجودين داخل الجسم. التقرير الطبي الألماني بيقول uncountable، لا يمكن عدهم، ولكن تم عدد 200. في أكتر من 200، لكن هو اللي قدر يعده كذا. الإيد لوحدها طلع منها أكتر من حوالي 70 طلقة. البيت طلع زي ما قلنا، هو في طلقات لسه موجودة في الإيد ما قدروش يشتروها. الطلقات دي طلقات الخرطوش محرمة دوليا لأنها تعمي وتقتل. لو ضربت في الصدر أو في القلب أو في المخ تقتل. الحمد لله بفضل الله. يعني كان الواحد يكون شهيد، لكن الواحد يرضى بقدر الله. يعني الشهيد الحي الحمد لله. ايه الموقف حاليا للإصابات اللي هتبقى معاك؟ يعني توابع الإصابات دي على ايدك او رجلك. طبعا الإصابات إن يعني بشكل مؤكد إن هيكون أول حاجة الإيد لازم يكون فيها عجز، ونحاول تقليل العجز على قد ما نقدر. هو ده الهدف اللي احنا بنعمله. في عجز في حركة الإيد، في عجز في حركة الصوابع، في عجز في العصب بتاع الإيد الأوسط، لأن العصب لوحده كان واخد كمية كبيرة جدا من الطلقات، وحصل فيه ضرر شديد جدا 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 من العصب الأوسط بتاع الإحساس. يعني أنا دلوقتي مش بحس بإيدي أصلا، يعني إحساس السخونة، البرودة، أي إحساس أنت مش بتحس بإيدك، لأن العصب هو في مشاكل كتيرة. الحركات بتاعت مفاصل الإيد والإيد نفسها والصوابع مفيش. وأنا شغلانتي أصلا يعني كطبيب تكون قسطرة ودعامات، فهتكون مشكلة عندي في العمليات ازاي ترجع شغلك في حاجة. فده أول حاجة العجز في الإيد. نمرة 2 هيكون في مشكلة طبعا للجلطة الموجودة في الرجل لأنها لم تدوب، فهيتم إن أنت ازاي هتعيش مع الجلطة، مش إن أنت يعني خلاص دابت ازاي بقى هتعيش بقى في وجودها مع مشكلة وحاجات. نمرة 3 أخطر حاجة، يعني بتكون حسب الخطورة طبعا. نمرة 3 اللي هتكون موجودة أكتر الطلقات المنتشرة جدا الموجودة في كل الجسد. ده هيبقى موقف صعب جدا في التعامل معها، لأن هم يقولوا مش عارفين. يعني الدكتور قال لي والله ما نعرف، مفيش حد بيتضرب يعني بالكمية اللي لا توصف دي وما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل. يعني ممكن الطلقات دي يعني ما تعرفش ممكن تقلب بايه، ممكن يحصل حواليها ايه، الله اعلم. فلازم يتم متابعة دقيقة الحالة كل 3 شهور، شهرين ل3، يتعمل فحوصات كلها تاني واشعاعات تاني وحاجات تانية على الطلقات دي، يشوفوا الموقف ايه، ومحاولة ازالتها هيحصل يعني ضرر شديد جدا. هو قال لي سو ماتش تاني عشان يشيلها، فبقى انها صعب جدا تعيش بيها. الاصعب منه كمان ان انت تقدر يعني تشيلها. ف يعني ده الحمد لله راضين بقضاء الله، وراضي واثق في الله سبحانه وتعالى، وعارف ان الله سبحانه وتعالى كاتب خير، والحمد لله. قد ايه اسهم صندوق علاج المصابين ودعم الشهداء في نفقات علاجك في ألمانيا حاليا؟ والله هو يعني للاسف الشديد يعني ولا يعني ما عملش اي حاجه في الصندوق ولا كان ليه اي دور. لكن ربما الصندوق منشأ حديثا قبل ما انا اسافر. حتى بعد ما انا اسافر حاولنا نعمل اتصالات معهم ان اي حاجه على اساس يحملوا جزء او حاجه، بس للاسف الشديد ما فيش اي دور. دي نمره 1. نمره 2 الحكومه نفسها عموما كان دورها سيء جدا جدا في التعامل مع كل المصابين، مع كلهم. يعني في اهمال شديد للملف ومحاوله اخفاله ومحاوله تطنيشه، كان الحكومه تحاول ان تبعد عينيها عن المصابين يعني بشكل عجيب وغريب جدا جدا. يعني للاسف الشديد يعني تقدر تقول ان الحكومه ملهاش اي دور في المصابين. يعني معظم المصابين لم يكن كلهم هم عالجوا انفسهم على حسابهم يعني. لكن انا بالنسبه لي كنت يعني عن طريق زي ما اتكلمت قبل كده منظمات المجتمع المدني، وشكرنا اللي هو منظمة المتابعة دكتور ممدوح حمزة ودكتور محمد شرف. ف والحمد لله طبعا. طيب هل تتصور الإهمال الحكومي لملف المصابين أسهم في تأجج حالة الغضب، بالإضافة طبعا للتأجيل المستمر لقضايا الشهداء؟ والله احنا ما نقدرش نرد على السؤال. اكيد طبعا اكيد لا شك في ذلك، لكن احنا عشان نرد على السؤال ده لازم نعرف حاجه مهمه جدا. ايه المطلوب بالظبط للمصابين؟ المصاب عاوز حق العلاج، هي حقوق وواجبات. عاوزين حق العلاج وحق تحقيق العدل. ما هو حق العلاج؟ حق ان انت تعالج علاجا محترما
على نفقة بلدك وتكريما محترما لما فعل. دي من واحد. دي حاجة مقبولة ولا يتكلم فيها أحد، يعني حتى ضحايا الانتفاضة الفلسطينية يتم معالجتهم في أفضل المستشفيات بأفضل الأشياء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن أنت هتلاقي في حق تاني اللي هو حق المحاكمات العادلة. فحق المحاكمات العادلة، فده لازم يتم موجود بالقضاء العادل بالمحاكمات الموجودة، وده للأسف غير موجود. دور الحكومة في ملف المصابين للأسف الشديد بينقسم إن الحكومة يعني هو دور واحد وصحيح. الحكومة ليس لها أي دور في ملف المصابين. الحكومة تحاول إخفاء ملف المصابين بشكل متعمد. الحكومة لا تريد أن تتحمل هذا الملف. الحكومة لا تريد أن تتحمل أعباء وحمل المصابين، مع أنه لا عيب ولا حاجة، هو حق مشروع وبسيط جدا الحكومة أن هي تعالج المصابين. اقترحنا أي اقتراحات بتقترح، أي خطوات بتتخذ، بحيث أن الحكومة لا تريد أن تسمع. ده في حق العلاج. ده لو اتكلمنا عن حق العلاج مفروض على الأقل وزارة الصحة يكون لها دور قوي ومحترم بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية. هذا الدور غير موجود. اقترحنا على رئيس الوزراء اقتراح إنشاء الصندوق، وبعد ما كلمته وقلت له، بعد ما كلمني قلت له يا ريت يا دكتور حسن، ما كلمني في التليفون بعد المكالمة الأولى، يا ريت نعمل صندوق ونجمع تحت المنظمات وكلام واتفاقات وكلام ويتعمل الصندوق إهمال شديد. لحد ما الجيش اللي اتعملوا وبرروا 100 مليون. إلى الآن لم نجد شيء على أرض الواقع. الكلام حلو والتصريحات كويسة جدا، لكن ابتدينا الحقيقة مشكلة كبيرة. نمرة واحد. نمرة اثنين، ده لو حق العلاج، حق المحاكمات، حق انك تجيب المصاب، حق العدل، حق تنفيذ العدل في مصر، حق تنفيذ العدل فيما حدث لهؤلاء المصابين والمضحين بأرواحهم من الشهداء والمضحين بدمائهم. يعني يا جماعة الموضوع يعني مش محتاج ان الفساد يتواصل، يعني الامور ما فيهاش كلام. يعني لما تلاقي ان المحاكمات في مصر يتم باخراج الضباط المتهمين بالقتل، ولما تلاقي ان النيابه المصريه الى الان لم تتهم ولا ضابط من القناص، ولم تتهم ولا ضابط من الامن المركزي، ولم تتهم ولا ضابط من امن الدوله بان هو عمل حاجه في الثوره ولا كان ليه اي دور في قتل ناس، ده كلام تهديد. قلنا للنيابه المصريه اسم يعني شكل الضابط ولون الضابط موجود في الحته دي. هل لا تستطيع النيابه المصريه ان تاتي بتشكيلات الضباط التي كانت موجوده من الامن المركزي؟ تستطيع ان تعرف من كان موجودا في ميدان التحرير ومن كان موجودا في المنطقه الفلانيه وفي هذا التوقيت في الساعه كذا في الوقت كذا. تستطيع. واحنا فاكرين شكل هؤلاء القتله. اذا لماذا اطلاقهم بحريه تامه؟ ده اول حاجه من كل التشكيلات. ده اول حاجه. فلازم حق النيابه المصريه ان تعمل بما يرضي الله، حق النيابه المصريه ان تكون عادله وان تكون قويه، لان ان هي تجيب حقوق وتحقق بجد وتتعب بجد وتروح تسمع الشهادات بتوع الاسعاف بجد وتروح تجيب بتاع الاسعاف ده يعني تتتبع الحدث، تتتبع هذه القضيه بفريق محققين محترم. الا يوجد في مصر فريق محققين محترم يستطيع ان يتتبع قضيه قتل المتظاهرين بجد في كل الحتت اللي كانت موجوده؟ يعني اعتقد موجود. يعني دي نمره واحد. امال لماذا لا يعملون؟ يعني ده سؤال يوجه ليهم واتمنى ان حد النيابه يرد عليه. نمره اثنين، عشان نقدر يبقى في حوار. نمره اثنين، بالنسبه للمحكمات والقضاء، يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ القاضي عليه علامات استفهام 100 مرة. ثم عندي له قضية قتل متهم فيها حبيب العدل، وبعدها قضية قتل متهم فيها مبارك، رايحين تديله هي نفس القضية. يعني القضيتين يحلون، يوم هو جاي يقول لا كفايه عليها حبيب العدل، انتوا مبارك راح التاني. يعني أي عقل يقبل ذلك. بعد كده تلاقوا ان الضباط المتهمين بقتل الثوار في جميع محاكم مصر بيطلعوا يعني يطلعوا بره من المحكمة براءات او تأجيلات، يعني ويطلعوه من ضمن القضاء. الافراج عنهم، ما اقصده الافراج عنهم. يعني كيف يفرج عن قاتل؟ انا مش عارف. يعني كيف يفرج عن واحد متهم بالقتل ويروح بيته؟ شيء غريب وعجيب. حاجه اخيره عاوز اسالها، لماذا لا تكون المحاكمات يوميه؟ يا قضاء مصر الا تستطيعون ان تكون المحاكمات يوميه؟ لماذا لا يكون التأجيل 5 أو 6 أيام؟ مش 3 4 6 5 6 شهور. لو فضلنا بالتأجيلات دي اساسا مرافعات الدفاع لم تسمع الى الان. المحامي بتاعنا او المحامين كلهم ما حدش عمل مرافعه اصلا. النيابه ما اتسمعتش الى الان. امال هتتسمع امتى النيابه ويتسمع امتى الدفاع؟ والقضيه حكم اول وبعدين نقض وحكم تاني. يعني اللي هياخد الحكم هو احفادنا بقى، مش احنا. فتاخير العدل ظلم. تاخير العدل ظلم، ما بالك بعدم تحقيقه اصلا. اخر حاجه اقولها في الملف المحاكمات،
التي لابد ان تكون قضاء عدلي، لابد ان تكون يوميا ومستمره، لابد ان تكون فيها نيابه وتحقيقات جديه وبمتهمين حقيقيين. احنا عمرنا سمعنا في مصر عن ضابط متهم بالقتل تم شتمه او تم ان هو ياخد يعني مؤبد؟ ما حصلتش، يعني عاد ما فيش. اذا كيف هؤلاء هنديهم كده؟ ازاي يعني؟ هم نفس النظام. واضح ان مبارك كان جدارا لهؤلاء. طيب بس واضح ان هم متكتلين، بقيه الضباط بيطالبوا بالانسحاب من الشارع، بيضغطوا على وزير الداخليه الذي لا عليه مئات التعليقات، بيضغطوا عليه لان هو ينسحبوا من الشارع تاني، عاملين ائتلاف مسمينه ائتلاف الشرطه، مطلعين تصريحات نجحنا في اخراج الضباط المتهمين بقتل الثوار، بيدفعوا الاف من خزينه وزاره الداخليه اللي بتاخد ميزانيتها من ضرائب الشعب المصري، يعني من فلوسنا بياخدوها ويدفعوها للمحامين، زي ما دفع 100,000 جنيه للمحامي بتاع بني سويف عشان يدافع عن الخطر ويطلع يصرح بكده، وفرحانين ان هم بيخرجوهم. الامور تتجه الى التصعيد، الامور تتجه في بلدي الى الطق، الامور تتجه الى ان هؤلاء واسر هؤلاء الشهداء واسر هؤلاء المصابين والشعب المصري سيأخذ سلاحا. كنا في الثوره ننادي بانها سلميه سلميه سلميه، وكان الهدف هو السلم. والى الان لو كانت هذه معركه ما بين قوتين وهم معاهم الشرطه معاها سلاح، متظاهرين معاهم سلاح، كنا قلنا خلاص. لكن ده متظاهرين سلميين والشرطه بتقتلهم، هم اللي معاهم السلاح، والى الان هم اللي معاهم السلاح. اول مره اشوف شرطه معاها يعني قنابل بالحجم ده وعربيات مصفحه. ده احنا ما شفناش في اي بلد عربيه بيحصل فيها ثوره عربيات مصفحه زي عربيات الامن المركزي. لماذا؟ لانها عربيات حرس جمهوري، يعني واخدين قوات من الجيش الامن المركزي عدده، وواخدين معدات مع الحرس الجمهوري وقاعدين يضربوا في الشعب وما زالوا مستمرين. يعني لماذا الامن المركزي لا يعود الى الجيش؟ وافكار كتير وحاجات كتير بتتقال وانا وغيري بنقولها، لكن الامور صعبه جدا في بلدي. ما زالوا هم اصحاب القرار فاسدين، ما زالوا اصحاب القرار متواطئين، ما زال للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد ان هؤلاء ليسوا قاده. هؤلاء ليسوا قاده، هؤلاء يبحثون عن كراسي يستمرون عليها فقط. تمام، عفوا، اتفضل. هتعود امتى الى مصر؟ العودة إلى مصر يعني أنا كنت بحاول على قد ما أقدر أرجع إن شاء الله بإذن الله على بداية رمضان، عشان أنا فعلا الحلم عندي إن أنا كل يوم أفطر مع أسرة شهيد، حتى لو صعوبة الحركة، حتى لو تعب البدني والنفسي والمجهود اللي هيبذل والعلاجات هتاخدها إزاي وحاجات كتيرة جدا. بس ما زلت مصر إن أنا كل يوم نفسي أفطر مع أسرة شهيد، مش أسرة شهداء القاهرة ولا اسكندرية بس، شهداء الصعيد، شهداء السويس، شهداء كل حتة موجودة في البلد دي، شهداء سينا. عاوز أفطر مع كل أسرة شهيد على قد ما أقدر. طب هم 1000 أسرة، لو انا جيت اول رمضان ربنا يكرمني يبقى عندك 29 او 30 يوم تقدر تفطر فيهم مع 29 30 اسره، كل واحد فكر في اللي جنبه، مين اسره شهيد، وتقدر معاها وتدخل عليهم السرور وتقدر معاهم ورعاهم، تبقى رساله قويه وصلت.